لما نقول بانيه مكرونة يعني الأكلة السهلة السريعة اللي طعمها خطير. بصوا بقى الشكل عامل ازاي، ناجحة جدا وممتازة وتستاهل فعلا ان انتوا تجربوها، وكمان تستاهل بقكم. هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل النهاردة ألذ بانيه وألذ مكرونة. بس الأول لو بتشوفونا لأول مرة يشرفنا وجودكم في القناة، وانكم تفعلوا زر الإشعارات للكل علشان توصل لكم إشعار بكل وصفة جديدة هننزلها بإذن الله. تعالوا بقى بينا على طول كده نشوف الجمال ده احنا عملناه ازاي. بالنسبه لشرايح البانيه انا بحب اعملها في البيت او اقطعها في البيت علشان خاطر بحب السمك بتاعها، يعني ايه، سميكه شويه عن اللي بنشتريها من بره. فمعايا كده كتلتين من صدور الفراخ، يعني وزنهم تقريبا كيلو و100 جرام. غسلتهم طبعا غسله كويسه ونقعتهم وحطيتهم في الفريزر اتجمدوا شويه علشان خاطر اعرف اتحكم فيهم واقطعهم بالشكل اللي انا عايزاه زي ما حضراتكم شايفين كده. انت بقى بتحبها رفيعه شويه رفعي، عايزاها مثلا تخينه زي ما احنا بنحبها كده، اللي انت نفسك فيه. ممكن تريحي دماغك خالص وتجيبها متقطعه من عند بتاع الفراخ. تمام، هجيب برضو الكتله التانية وهقطعها بنفس الطريقه، ولما بتجمديها شويه بتكون سهله عليكي قوي تقطيعها. بصوا بقى الفراخ ما شاء الله عملت معانا كميه كويسه، برضو هديها شطفه كده واصفيها في مصفى على ما نكون عملنا التتبيله. هنجيب بقى الخلاط واضيف فيه بصلايه كبيره و10 فصوص من الثوم، ومعايا ليمونتين مقطعاهم 4 قطع وشايله منهم البذر. معايا حبايتين من الطماطم. المكونات كلها تحطيها على بعضها في الخلاط بالشكل ده كده. وهضيف معلقتين كبار من الخل، وكمان هضيف يعني ايه اقل من ربع كوبايه ميه. وهفرم بقى المكونات دي مع بعضها كويس جدا، نعميها بقى خالص علشان خاطر احنا محتاجين كل مكون ضفناه ناخد نكهته وناخد طعمه. بعد كده بقى في بوله واسعه ومصفى هنبدا نصفي الخليط، وهصفي كويس جدا بقى ننزل كل العصاره الموجوده كده في المصفى. بصوا بقى القشر والتفل ده احنا هنستغنى عنه خالص وناخد بس الميه بس، هتاخدي تتبيله بانيه ألذ حاجه هتعملها في حياتك. خلاص بقى نعمل باقي الكميه بنفس الطريقه، وهنبدا ان احنا نضيف عليهم شويه مكونات بسيطه برضو تطعم كده الفراخ وتخلي طعمها في حته تانية خالص. اهم حاجه تفعلي على الحلقه بلايك وكومنت، وباذن الله الوصفه تعجبكم قوي. بعد كده ضفت بقى معلقه كبيره ممسوحه من الملح، ونص معلقه صغيره من الكركم، ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ، وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهضيف معلقه كبيره من المستردة، وهضيف معلقه صغيره من العسل الاسود. بصوا بقى وقلبي خلطه تمام. مفيش اسهل ولا اطعم منها مع شرايح البانيه بصراحه. قلبنا بقى كويس جدا، وهجيب بقى شرايح البانيه احطها فيها كده واحده واحده، واتاكد بقى ان كل قطعه بانيه اتغلفت بالتتبيله الجميله دي. ريحه التتبيله يا جماعه تحفه، تقدري تعملي برضو التتبيله دي لاي مشاوي حلوه قوي. خلاص بعد ما حطينا بقى قطع الفراخ كلها في التتبيله بالشكل ده، هغطي عليها واسيبها على الاقل 4 ساعات. بصوا يعني كل ما سبت الفراخ في التتبيله وقت اطول، كل ما هتاخدي منها طعم ألذ واحلى كتير. هغطي عليها واحطها في التلاجة كده واسيبها بقى تتبل براحتها خالص، مش مستعجلين عليها. وبعد كده نبدأ بقى ان احنا نجهز ليها الكفر او الغلاف اللي هنحطه بقى على الشرايح البانيه. اول حاجه معايا طبق فيه بيضتين، هضيف عليه يعني نص كوبايه من الحليب، وهضيف فوقهم بقى رشه فلفل اسود علشان خاطر الزفاره، وكمان رشه ملح. حلو الكلام. قلبي بقى البيض مع باقي المكونات اللي في الطبق بالشكل ده كده. كده عملنا اول طبق، نركنه على جنب ونشوف تاني طبق هنعمل فيه ايه، وايه بقى المكونات الجميله اللي هنحطها تفرق جدا في الطعم. خلاص الطبق اللي احنا هنستخدمه التاني واسع، هضيف فيه بقى يعني تقريبا كده كوبايه ونص من الدقيق. هضيف على الدقيق رشه ملح ورشه فلفل، بس مش اكتر من كده. هنجيب بقى طبق كمان هحط فيه كوبايه من خليط الكريسبي، اللي هو تجيبيه بقى من عند اي عطار. انا بس نعمته شويه في الكبه علشان خاطر هو كان جاي خشن قوي يعني، فحبيت بقى ان انا انعمه شويه واحط عليه رشه ملح برضو ورشه فلفل، وكوبايه من البقسماط الناعم. ده خليط سهل جدا هتقدري ان انت توفريه بكل سهوله يعني. وبعد كده بقى هنظم الطبق زي ما انتم شايفين، الدقيق والبيض والحليب والبقسماط. بعد كده هتجيبي بقى قطعة البانيه تغلفيها كويس بالدقيق، ومن الدقيق على خليط البيض بالحليب بالماسك بقى علشان خاطر ايه ما نبهدلش الدنيا. ومن البيض والحليب على خليط البقسماط بقى نغلف كويس ونضغط ضغطة خفيفة بالشكل ده. ضغطة خفيفة بقى يعني هتاخد كفر كويس جدا من خليط البقسماط وخليط الكريسبي. وجنب بقى صينية او حاجة واسعة كل شريحة بعملها بحطها فيها. وهكذا بقى هنعمل كل القطع، دقيق وبعد كده بيض وحليب وبعد كده بقسماط بالشكل ده كده، وهغلف واضغط ضغطة خفيفة. خلاص
بصوا بقى شكل قطعة البانيه عامل ازاي، حاجة كده من الاخر تحفة. والله يا جماعة ريحتها خطيرة جدا. اعملي كل حاجة في البيت بجد بتفرق، بتوفري وبتاخدي حاجة نظيفة وبتاخدي حاجة طعمها لذيذ. خلاص بقى هعمل كل الكمية بنفس الطريقة. ما شاء الله انا معايا كمية بانيه كويسة جدا، يعني هتكفينا غدا يومين، غدا يعني غدا مشبع كمان. بصوا بقى الشكل عامل ازاي. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه. بصوا بقى ما شاء الله كميه البانيه بقت معانا قد ايه. طبعا حطيتها في التلاجة استريحت نص ساعة قبل ما احمرها، وما شاء الله زي ما انتم شايفين كده الكفر ماسك عليها وحاجة كده تفتح النفس. هحط بقى طاسة على النار واحط فيها كمية مناسبة من الزيت، وهستنى ان الزيت يسخن. طيب على ما الزيت يسخن بقى نجهز شوية صلصة للمكرونة، حاجة كده عجب تستاهل بقك. في حلة على النار ضفت فيها يعني 3 معالق كبار من الزيت. استنى برضو الزيت اللي هنا يسخن علشان خاطر نعمل بقى شويه صلصه مكرونه طعمه قوي. انا سلقت المكرونه سلقه عادي جدا، وبعد ما سلقتها شطفتها بشويه ميه علشان خاطر ما تلزقش في بعضها. زيت سخن هنا حطيت يعني تقريبا كوبايتين من الصلصه اللي سبكتها معاكم قبل كده، وهسيبها بقى تسبك كويس مع الزيت. وكمان هنا الزيت بتاع البانيه سخن. هحط بقى كده شرايح البانيه على اعلى درجه حراره دلوقتي شغالين. بعد بس ما احس ان الكفر مسك شويه على قطع البانيه ههدي النار بقى واسيبه يستوي براحته. تمام. بصوا بقى اول ما تحطي قطع البانيه كده في الزيت وتستني دقيقتين 3 كده هتشمي ريحه خطيره. يعني بجد كده هتفتح نفسك قوي يعني. وشوفوا بقى شكل البانيه عامل ازاي، الكفر بتاعه ماسك ومفكش ومتماسك عليه ولونه ذهبي زي ما انتم شايفين. يعني حاجه كده من الاخر تحفه قوي. وبالمره واحنا واقفين نتبل بقى الصلصه بتاعه المكرونه هضيف عليها كده 4 معلقه صغيره فلفل اسود، ورشه بسيطه خالص من الكمون، وهضيف نص معلقه صغيره من الملح لان الصلصه كانت متملحه. وكمان هضيف عليها يعني نص معلقه صغيره من الزعتر، حلوه قوي مع صلصه المكرونه. لو ما بتحبوش تقدر تستغنى عنه لكن بيضيف اضافه حلوه قوي. وكمان هضيف معلقه كبيره من الخل. وهقلب بقى الخلطة الجميلة دي مع بعضها ونسيبها بقى تتسبك كويس جدا. كل ما سبت صلصة المكرونة تتسبك حلوة قوي قوي هتاخدي منها طعم ألذ بكتير على فكرة. تعالوا بقى نرجع كده لقطع البانيه بعد ما اتحمرت واخدت اللون الجميل ده. جاهزين بقى ان احنا نقلبها الناحية التانية. بصوا بقى خطيرة، تحفة قوي. نستنى عليها بقى تاخد نفس اللون من الجنب التاني، وبعد كده نكون جاهزين بقى ان احنا نخرجها. بصوا بقى انا بعمل عليها بالشوكه ازاي. يعني لو الكفر طري او مش متماسك هتلاقيه طلع مني في الطاسه على طول. لكن احنا عاملين خلطه مظبوطه لخلطه بانيه، يعني اعتمديها بقى في كل مره هتعملي فيها بانيه ومش هتبطليها. والاهم من ده كله بقى لما اجي اخرج البانيه خرجيه على شبكه علشان خاطر يصفي بقى اي كميه زيت زايده، يصفيها كده في صينيه او في طبق من تحت ما تفضلش فيه ويطرى. بصوا بقى الجمال. حطي لايك لو ما كنتش حطيتي، واكتبي كومنت كده برضو لو لسه ما كتبتيش وقولنا ايه رايك في البانيه. هعمل بقى كل الكميه بنفس الطريقه. وكمان هنا كانت الصلصه اتسبكت كويس جدا، جاهزين بقى ان احنا ننزل فيها المكرونه اللي كمان مسلوقه سلق مظبوط. بصوا عشان خاطر تاخدوا مكرونه مظبوطه ما تسويهاش قوي، يعني سووها 3/4 سوا. نقلب بقى المكرونه مع الصلصه الجميله دي. ودلوقتي ما شاء الله هنهدي بقى النار تحت المكرونه واسيبها في الصلصه كده 3 4 دقايق تاخد بقى من طعم الصلصه كده وتتشبع منها قبل ما نغرفها. هغطي عليها بقى واسيبها دقيقتين، وتعالوا بقى اما اوريكم كميه البانيه اللي حمرناها. بصوا بقى حاجه كده تحفه تحفه تحفه. انا عملت نص الكميه بس، والنص التاني حطيته في علبه، وبين كل طبق والتانيه حطيت كيس علشان خاطر ما يلزقوش في بعض، وحطيتهم في الفريزر. شايفين بقى قطعه البانيه من جوه عامله ازاي، مستويه وبيضه وطعمها خطير بجد تحفه. تعالوا بقى ما نغرف طبق المكرونه اللذيذ بتاعنا، يعني حاجه كده سهله وبسيطه مع شويه سلطه، شويه سلطه طحينه، سلطه زبادي، اي نوع بقى من انواع السلطات تقدري تقدميها معاهم. وبكده نكون عملنا وصفتين سهلين جدا وبساط. اتمنى ان هم يعجبوكم ان شاء الله وجربوهم، ومستنيه ارائكم وكومنتاتكم، واعملي بقى مشاركه للحلقه.